واضح يا شيخ؟ كل عوامل الهزيمة الآن متوفرة في بشار ومن معه من الطغيان. يبقى قضية الآن تمسكنا بهذا الكتاب اللي هي في قضية نصلح مثل ما قلت أنفسنا الآن، في قضية علاقتنا برب العالمين. لما أنا يا شيخ أقيم الفرائض، الله سبحانه وتعالى لما قال وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا الآن يحب إيش؟ ما يحبك أنت، يحب العمل اللي أنت تسويه. قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض. فنجي الحين نراجع أنفسنا فرائض. أول شيء الصلاة، كيف صلاتنا؟ كيف برنا بآبائنا بأمهاتنا؟ كيف هاللسان اللي ودانا في داهية؟ طيب تقرب إلي بالنوافل إيش؟ حتى أحبه هو. أول يحب عملك الحين يحبك أنت. الحديث القدسي في البخاري، إيش أول الحديث؟ قال الله سبحانه وتعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله الآن سيتولى النصر، الآن سيتولى الحرب عنك، فقد آذنته بالحرب. يعلن الله الحرب عليه عشان أنك واليته سبحانه. كيف أواليه؟ أول شيء الفرائض، ثاني شيء النوافل حتى أحبه. قال إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. عشان كذا في ناس الآن لما يسمع ويقلب في الإذاعة، اللي يبغى ياخذها واقع عملي، يقلب في الإذاعة يدور مثلا إذاعة قرآن، ثم تجي على إذاعة فيها موسيقى، والله يا شيخ كأنك ضارب ب 300 فولت، يبغى يوخر بسرعة عليه. كنت سمعه الذي يسمع به. يقلب في قنوات وكنت بصره الذي يبصر به. قال ولئن سألني لأعطينه، يقسم الله يقول لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. قال وما ترددت في شيء أنا فاعله. يعني الله فعال لما يريد، وما أمرنا إلا واحدة. يعني الله ما يقول لشيء كن، يعني يقول ينذل بشار، ثم بعد 5 دقائق ما صار، قال انذل مرة ثانية. قال وما أمرنا إلا واحدة. إيش سرعتها؟ قال كلمح بالبصر. قال وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي. هذا اللي يبغى يرضيني قام شيك على الفرائض وقام يزينها، وراح راقب نفسه وراجع نفسه في النوافل وبدأ يزينها. قال الله في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يحب الدنيا وأنا أكره مساءته. الله يكره يسيء في شيء مقدر على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الله يعاملنا بهالطريقة، هذا من أعظم عوامل النصر. أول شيء تعال. بعدين الأمر الثاني لكل الطوائف، يا جماعة والله لن ينصركم إلا الله. حتى كفار قريش ومشركي الزمان قال الله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فأنا أقول الحمد لله، مثل ما قال أخي الغالي صهيب، أن في ناس بفضل الله تحسن في الدين. نعم. لأن الله يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا الله أعطاك كل شيء تصير المسألة والمعصية سهلة نسويها. فالله أحيانا إذا حب عبد ابتلاه عشان تكون محطة رجوع. فأنا أقول علها تكون لكل الطوائف، لكل من استغفله المعممون المستغفلون هذا دينك انك تنطرح. لا ديني ما انطرح لغير الله سبحانه وتعالى. دينك تدعو وتقرب تعطي الخمس، الله سبحانه فرض عليه زكاة وأديها لله سبحانه للفقراء. إذا يا جماعة أول عوامل النصر هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أن لا نشرك بالله شيئا. كيف يا أخي أعظم جريمة في الأرض كلها أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني يقول الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. كلمة واحد قالها في الأرض دي كلها. قال الله لقد جئتم شيئا إدا. طيب وش عظمة هذا الأمر؟ قال تكاد، يقول الله لو تركت الكون يعبر والله ما عاد تبقى السماء تشوفونها. لو تركت الكون يعبر لهذا اللي قال أشرك كلمة شرك، كلمة قالوا كلمة. قال تكاد السماوات يتفطرن منه، تتشقق السماوات. قال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. كل هالدمار في الكون عشان إيش؟ أن دعوا للرحمن ولدا. فكيف هذا بس كلمة؟ فكيف من